حضرتك بتشتري شقة من ورثة، في لازم شوية معلومات وشوية نصايح لازم حضرتك تكون عارفها. تابع معايا الفيديو للآخر وأنت تعرف النصايح دي. حضرتك بتشتري شقة أو بتشتري عقار أو بتشتري أي حد واللي هيبيع لك هم الورثة. في الحالة دهيّة أول حاجة لازم تشوف إعلام الوراثة، وإعلام الوراثة دهوّة بيبقى ثابت فيه أسماء الورثة وعاداتهم، بحيث إن وأنت بتكتب العقد ما يسقطش حد منك من أسماء الورثة. تاني حاجة حضرتك لازم يكون توقيع الورثة كلّهم على العقد اللي حضرتك بتكتبه ويكون قدّام عينيك. تالت حاجة لو إن أحد الورثة مش موجود أو مسافر وعامل توكيل. في الحالة دهيّة هتتأكد حضرتك من التوكيل في الشهر العقاري إذا كان التوكيل دوّة ساري والّا تم إلغائه، وهل التوكيل دوّة يبيح البيع والشرا من عدمه. في كل الأحوال